دنيا ولقت وزازا رد اخيرا على ميمو. لا المره دي رد بجد مش مجرد ستوري. هو نزل اصلا ستوري وبعدها على طول قام منزل ديستراك 6 دقايق ونص على ميمو. والغريب انه كان جايب سيره ابي يوسف في الحوار، فالحوار اصلا ولا لوحده يعني. حضر بقى خربوش الشاي الجميل بتاعك ولا بينا نبدا. ازيك يا حبيب اخوك عامل ايه؟ هنتكلم النهارده عن ديس زياد زوزة فتح الكلام. ومن اسم الديس اصلا تعرف ان دي مجرد البدايه بس. فتح الكلام كده يعني ما بين زوزة وميمو. وعجبني ان زوزة ما كبرش دماغه ورد على ابو الانوار، لاني توقعت ان خلاص كده الموضوع هيخلص على كده وان زوزة مش هيرد، بس فاجئني الصراحه. وزي ما قلت لك هو مجرد فتح الكلام بس. وفعلا زوزة نزل ديستراك تاني على ميمو واسمه تايم. اتعبان يا مكركش ترجع من الديس بان عليه انه جامد، بس مش هنتكلم عنه في الفيديو ده. خلينا الفيديو ده في اول ديستراك معانا عشان مليان قصص كتيره تتقال وهو فتح كلام. حدني 3 كارولين كارولا الولد خاربها على صيد. بدايه مبشره للديس، يعني الرابرز كلها في بدايه اي ديس بتقول بنشاط واهانات. زوزة بقى راح يقول لك ماشي يا عم زوزة كمل. كارولا الولد خاربها على صيد بابا. الناس عايزه بيقول لك ان ميمو متسيط على حس ابوه، ودي تتاخد من ناحيتين. ابوه فعلا، وده عشان تقريبا ابو ميمو ليه علاقه بالحكومه، شغله تقريبا ما اعرفش، او تيجي بمعنى ابي يوسف. عشان لو تفتكر في كل البيفات اللي ميمو دخلها او حتى في كل الكلام اللي كان بيتقال عليه، كان بيتقال عليه ان ابي يوسف هو ابوه وميمو ابنه. فان ولا نبخ بالسم ابنك بيغني في التتر يا فريند حكى في فتمشي في الناحيتين دول. المهم يلا نكمل. عروستي الجديده اللي انا نفسي فيها قلع لكم مش فاهم الصراحه زوزة بيثبت كلام ميمو عليه ولا ايه بالظبط. انا عارف انه بيهق عليه وكده بس مش للدرجه يعني. زي ما انا اخوش بيحبوني ويموتوا لي وما بياخدوش، انما انت بيرد على ميمو لما قال له فانزك فين. كانوا بيشتموني فانزك راحت فين نخت الواد ده اول مره شاف فيها فرخه بيضه. فبيقول له هنا فانزي في ظهري وما نخوش وما بياخدوش، انما انت بتدفع للفانز. عيال مرتضى كان سما مدفوع. بيقول ان ميمو بيدفع للفانز عشان يطبلوا له، انما هما بيحبوه عادي. باختصار يعني بيقولوا على ميمو انه بيدفع فلوس للجان والفانز عشان يطبلوا له يعني. بس موضوع اللجان ده بعيد كل البعد عن ميمو يعني. لو تفتكر ابو الانوار قبل الديس اصلا كان طالع عليه موجه غضب كبيره من الفانز، فلو لجان فعلا ما كانش الفانز اصلا عملوا كده مع ميمو، فاهم؟ بس ممكن برضه ليه لا، ممكن تكون تحصل حاجه في ورا الكواليس احنا ما نعرفهاش. مدفوع يعني ادفع اكتر اخدهم منك اشيل مليون جربوع. عندي اخوات مش فانز. بيقول له ان الفانز اللي بيشتريهم دول هو ممكن يدفع فلوس اكتر منه وياخدهم هو. مش عارف الصراحه ايه حوار انك تشتري الفانز ده يعني. كنت فاكر حب الناس دي الحاجه الوحيده اللي ما بتتباعش بالفلوس، طلع هو كمان بيتباع. بس الحوار ده بيحصل فعلا، انك ممكن تدفع فلوس لكذا انفلونسرز ويطبلوا لك فعلا. فالموضوع وارد يعني. انت مش بفلوس. يوسف حط راسه براسي شحتنا اخر الاسبوع. بدايه الكلام الصراحه على ابي يوسف، بيقول ان ابي جه يتقارن معاه ويتحط راس براس معاه، خلاه يشحت لاخر الاسبوع. باختصار يعني ما سلكش مع زوزة. وبرده مش عارف ايه علاقه ابي عشان يتكلم عليه اصلا او يجيب سيرته في الديس، بس ممكن تكون في حاجه احنا ما نعرفهاش. هو اصلا كده كان في خلافات بين زوزة وابي. وقت اللي بيا زي نسبتي التاكي ده كسبانه مبلغ. ما انت لا بتعرف ثروتي. بيرد على ميمو في موضوع النسبه ده. كل تفاصيل مهما انا هقل منك مش اقل من نسبتك. طب عارف مين فزوزة بيفليكس دلوقتي ان نسبته عاليه وبيعمل فلوس كتير كمان. انت تزعل برجول على عمرك كلها اموال حلال مش مقاطعه زيك كم. بيرجع تاني لموضوع اعلان دوريتوس اللي كان مقاطعه، بيقول انه فلوسه حلال مش جايبه على حساب المقاطعه. الحلال مش مقاطعه زيك كم. سامع انك بتمضي عيال ما تسرقهمش وحياتهم. بيقول ان ميمو حاليا بيمضي عيال عنده في الشركه وهيسرقه. لحد دلوقتي الصراحه الديس ما فيهوش بنشاط ولا اي حاجه، ودي حاجه تضايق عامه. هو في الاول في الاخر ديس يعني، المفروض يكون فيه سكيلز او حتى عن بنشاط، فاهم؟ بس ما فيش حاجه قويه اتعملت لحد دلوقتي، حتى الداتا قليله الى حد ما. اللي عجبني لحد دلوقتي هو روشان زوزة في التراك بس. تسرقهمش وحياتهم. ابيو كان فنان في الشركه الناس دلوقتي اللي هي فيها يعني شغال 1000. بيذكر ابي يوسف للمره الثانيه، والمره دي على الفتره اللي كانوا شغالين سوا في نفس الشركه. بيقول ان ابي كان مجرد ارتست في الشركه عادي، انما هو دلوقتي بقى ليه جزء من الشركه دي، اللي هو يعني عايز يقول انه عمل ووصل لحاجات هم ما عرفوش يوصلوا. انا اكبر واحد فيكم سبوتيفاي مش هيكدب علينا في الكواليس. بيقارن نفسه بيهم من ناحيه الفيوز. بيقول لهم حتى شوفوا سبوتيفاي الارقام ما بتكدبش. ولحد دلوقتي برضه مستني بنشاطه او اي حاجه بس ما فيش يعني. الديس كله استعراض وفليكسنج لحد دلوقتي يعني. لو زوزة كان طلع على الكلمتين دول في ستوري كان هيبقى اوفر يعني. ريلو القطه وجمال اسليه وش زوز منين ده انت مهيج بلد بحلق. واحد بيقول على التاني اللي هو مش عارف ايه، والتاني بيقول له لا يا اسطى ده انت اللي مش عارف ايه. وهو اصلا الموضوع غريب، انتوا بتتكلموا في ايه يا اخواتي؟ وبعدين يا زوزة انت كده بتثبت اصلا كلام ميمو عنك، فاهم؟ بس قميص النوم ولا العبايه اوقات كتير بسرح فيك لابس بنتقن. واضح اكيد هو بيقول ايه، فمش محتاج اتكلم. ماشي في نفس سكه البار اللي فات، ومش محتاج برضه اتكلم عن مستوى الديس لحد دلوقتي. كل حكايه برضه العبيط هجيب عبيط. كنت اتمنى تكون ناصحه اكمل عادي ولا هترزوني. واضحه وكانت متوقعه الصراحه. كنت متوقع ان حوار الام ده يفضل مكمل في البيف بعد ما ميمو ذكر برضه الام في الديس بتاعه، عشان كلنا عارفين بابا وعمه يبقوا واسطه خاصه واسطه. او زي ما قلت لك من شويه، ابو ميمو وعمه ليهم علاقات حكوميه ونفوذ. غالبا اصلا هم شغالين في الحكومه، هم تبع الحكومه. واسطه ايه ده يا اسطى؟ يعني بجد دي حاجه تتعمل في ديس يعني؟ غريبه الصراحه، ما عجبتنيش يعني. لو كان رمى كام بانش لاين كانت هتبقى اجمد الصراحه يعني. ممكن تبقى روشه بس مش قويه، فاهم؟ دقارك وتطالك في مدينتي ورحت لها حبيت تلمسها لطشت.
بيقول انه كان رايح لواحده مدينتي وحب يلطف الجو يلمسها قامت ضربته. هموت بقى واعرف زازا عرف الكلام ده منين، يعني كان بيراقبهم مثلا ولا حد جه قال له، ولا جاب المعلومات دي منين اصلا؟ على وشك كفي بالنية خلي جلدتك سايقه توصلك لمقبره. البار ده صايع وجامد الصراحه ومش اي حد هيفهمه، وده شيء كويس عامه انك ما تفهموش. لمقبره ابيو بيحب ميمو ليه. رجع برضه يجيب سيره ابي يوسف، بيقول ان السبب اللي ابيو بيحب ميمو عشانه هو عشان الواسطه اللي عند ابوه وعمه. كوارتر بعمل مبلغ قد اللي عملته في حياتي، انا رقمي في حفله يقهرك على نفسك. بيستعرض برضه بالفلوس اللي هو بيعملها، ولحد دلوقتي الصراحه ده ما يتقالش عليه ديس، لانه ما فيهوش مقومات الديس الطبيعي اصلا، لا من ناحيه السكيلز ولا من ناحيه البانشات ولا من اي حته. بس تعال نكمل قصه الازازه سرقتها انت معفن والجردات هنت حياتك. مش عارف ايه حوار الازازه ده الصراحه، بس اكيد الكلام ده مش على ازازه ميه يعني. معرفش الصراحه تفاصيل الحوار ده ايه، بس بيقولوا ان ميمو سرقها والجردات اتخانقوا معاه بقى ساعتها. الجردات هنت حياتك. من ساعتها انت بتمشي في فخامه ما كنتش اعرف. بيقولوا انه من ساعه الموقف بتاع الازازه دوت وميمو بقى بيمشي بجردات. حفلات جوده برضه جيت تقول له بليز خدني معاك. انا بيقولوا ان ميمو كان بيتحلل على جودة عشان يدخلوا معاه بيترو اللي هي الشركه يعني. هنسترجل فكك من ابي وخلافاته عشان تعبان انت في دماغك ما حدش كمل معاك. ده بره عادي مش محتاج يتوضح لانه واضح اصلا. انت غلطان في العنوان ده كان سوشي وحطيته جرام بس اللي ستيك في امس. بيرد على ميمو لما قال له على حوار البيتزا مع اسماعيل نصرت، يعني تخيل بجد زازا بيقول له لا يا معلم احنا ما كناش بناكل بيتزا ده كان سوشي، وكل الكلام ده بيتقال في ديس. انت متخيل؟ تخيل بقى الديس ده اصلا بيتقال فيه كده، ده عرفك قد ايه الديس ده مخيش. قلب بان ليجيس تعر طلعوا معاكوا عشان راجل فامان. وانا بيقول ان ليجاسي كان في تور المفروض كان يطلعوا معاهم بس استعر منهم وما طلعش. وقعت اخويا بره عنك انت الكلام من بيجيب سيره عبعاطي وبيقول لميمو يطلع منها، عشان لو تفتكر ميمو كان جاب سيره عبعاطي في الديس بتاعه وكان قال ان زازا استندل معاه وما وقفش جنبه. وراب وما قلتش في تراكك فري عبد العاطي بددوه ولا افتكرت عملت له بوستر وجنبه. المهم نرجع تاني للديس زازا. فنان بتن ضحكتني اول ادلبس دي الصراحه، حتته الصراحه الروشنه وانه يضحك الناس عليه دي حته زياد زازا. ضح نفسي قبل مرش ده وعبت مت نص لي يا بعيدا عن قطات الشتايم، بس بيقول يعني ان عمره ما يرشد على حد. وهنا بيرد على ميمو لما قال له هو مش وسيم فازا ده كداب عشان طلع من المرشدين. نرجع تاني للدس بتاعنا. حبيبي محمد زور منور الحضور صاحبك الدايا ضيق. بيقول ان ميمو رفع عليه قواضي كتير زور، فبيقول له انت اسمك دلوقتي هيتغير من محمد نور لمحمد زور عشان القواضي يعني. كان الظابط معايا قال رافعين عليك قواضي قلت يا باشا مش بتاع الكلامات. هنا بقى بيحكي لك اللي حصل معاه بالظبط، انه طلع كان مرفوع عليه قواضي ومعمول فيه محاضر، فهو راح هو كمان رفع عليهم محاضر قصاد المحضر بتاعهم. 6 اسبوع وانا وثيقه سنتشها 3 ايام قدام الاستوديو محدش فيكم. بيقولوا انهم خلعوا اسبوع بسبب الحوار ده، حتى زازا كانوا واقفين قدام الاستوديو 3 ايام ومحدش فيهم ظهر. الدس لحد دلوقتي هو ما فيهوش بانشات، بس في معلومات ما كناش نعرفها اول مره نسمع عنها. الصراحه ده برده ما يبررش مستوى الدس لحد دلوقتي يعني. الاسلوب وانت لو جدعان بجد ما كان زمان فليكسي موجود حراميه في حد جديد سيرته بتتجاب في الدس واللي هو فليكس. بيقول لهم لو انتوا جدعان فعلا كان فليكس فضل معاكم. وجهه نظر الصراحه، بس في البانشات برضه يا اسطى يعني الدس قرب يخلص اهو ومفيش اي حاجه. قصص حلوه والاكشن جميل وكل حاجه، بس في السكيلز بتاعت اي دس طبيعي فاهم. حراميه في العقود يا واكلين على الناس نقود يا مايحين يا معفن. اتيتيود زازا هنا تحسه بيشرشح لهم كده، اللي هو يا حراميه اللي واكلين على الناس فلوس يلي 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 فاهم. اللعبه دي كانت فليكس وفليكس خلاص ما بقاش موجود وعملت ده لمصلحه الرب من عاده. هنا بيرمي على معادي توم مافيا على حوار فليكس انه سابهم وكده، وبيقول لهم ان فليكس كان هو الاساس بتاعهم وخلاص دلوقتي ما بقتش تجيبوا زي الاول لان فليكس ما بقاش موجود معاك. ودي حقيقه الصراحه، محدش دلوقتي بقى بيسمع عن معادي توم مافيا زي الاول كانوا عاملين ويف حرفيا، بس بعد ما اتفرقوا توهجهم قل. مين ابو الانوار سالوني في المطار مين بياخد على البنات. ودي اوترو للدس، اوترو روشه الصراحه دمها خفيف. انا مش منحاز ضد زازا والله ولا ما بحبوش ولا اي حاجه، بس الدس الصراحه ضعيف ومن كذا زاويه، سواء بانشات سكيلز حتى الداتا كانت قليله الى حد ما يعني. ده لو تيجي تقارنه بدس 8 غرب الميمو فاكيد دس ميمو هيكسب باكتساح كمان. اللي عجبني في الدس ده بس حاجتين، ان زازا رد على ميمو ما كبرش دماغه، واني سمعت حوارات وقصص جديده اول مره اسمعها خصوصا عن ميمو يعني، لان يعتبر ما حدش يعرف عنه حاجه. وانا بكتب السكريبت بتاع الحلقه دي زازا اوريدي كان منزل الدس الثاني على ميمو اصلا وسمعته كان اقوى من ده بكتير الصراحه. فصبروا نفسكم بالفيديو ده لحد ما انزل لكم بالتاني عشان متحمس فشخ ليه، لانه فعلا دس حلو مش زي ده خالص. عشان بعمل كل ده والله وانا ورايا امتحان بكره فادعوا لي يعني. المهم بس كده يا صديقي، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب.